مساء الجمال والكريستال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ بيني وبينك كده الفترة اللي فاتت كان عندنا عجز في الكوميديانات في مصر، لحد من سنة تقريبا طلع لنا كوميديان فشيخ اسمه مصطفى غريب. طلع مصطفى بيدينا امل ان الدنيا لسه فيها خير، ولسه هنضحك قدام. مخزون الضحك في مصر ما خلصش الحمد لله. فتعالى اقول لك ليه مصطفى غريب هو اهم كوميديان موجود في مصر الفترة دي. تعالى نبدأ القصة من الاول. ان اصلا مصطفى بيمثل من زمان، وكان بيعمل مسرحيات طبع اصول الثقافة ومسرح المعهد. هتقول لي مش المفروض مسرح الجامعة؟ هقول لك لا، لانه درس في معهد مسرح. لو جينا ل 2019 اللي انا بعتبرها البدايه الفعليه لمصطفى غريب، فمصطفى بياخد دور كبير نسبيا في مسلسل سوبر هيرو مع ايمي سمير غانم، والمسلسل ده كان اخراج وليد الحلفاوي. وافتكر وليد عشان هنرجع له تاني قدام، عشان هو مهم في القصه دي. والمهم ان المسلسل بتاع سوبر هيرو ده ما كانش الانجح في 2019 خالص يعني، بالرغم ان مصطفى كان لطيف جدا فيه، بس ما سلطش عليه الضوء. بعدها بسنتين في 2021 مصطفى بيشارك في مسلسل موسى مع محمد رمضان، وبرضه ده ما كانش من انجح مسلسلات محمد رمضان اطلاقا. وكمان مصطفى دوره ما كانش